واحد اللحظه وهي طيح قنديشه فقد الوعي بحال داك الالم اللي كان فيها ما عمره ما كان. السيد مدغيس في بدايه الرحله ديالي مع قنديشه ما كنتش مرتاح ليها، خاصه انني كاع داكشي اللي كنعرف على الهاله القمريه كيبان لي فيها هي العكس ديالو، وكنت عارفها بلي كتستغلنا باش تاخذ السلطه والقوه. ولكن في بعض الاحيان الحاجه الوحيده اللي كانت كتبان لي فيها هي الضياع، وديك القوه اللي كانت عندها كامله كانت مجرد لعنه كتعيشها، والحل الوحيد اللي عندها هو تموت. اما انير كان داك الشخص النيه اللي ما كيعرفش النوايا ديال البشر كيف دايره، حيت هو تعرف على هذا العالم هذا غير مؤخرا، على العكس ديالي انا اللي تربيت في واحد الدار اللي كلها عامره غير بالارواح. وكانت الرؤيه ديالي ليهم بحال المعجزه، ربما حيت كنت كنسمع الوالد كيقرا بزاف ديال الطلاسم كل نهار، واخا كيكون ديما صدقني في داك البيت كتلقاني انا جالس حدا الباب وكنصنت ليه. منين ساق لي الخبر بغى يستغلني ويدخلني عنده لداك البيت باش نتعرف مزيان على هذا العالم. وباقي كنتفكر مزيان ديك الليله فاش بدات يعلمني طلاسم التسخير، كنت كنبكي وكنحزر وكنقول لي عافاك يخليني نعيش بحال كاع الدراري، انا راه ما عارفش هادشي اللي كتقول لي انت دابا. وهادشي ديال الجنون راه كيخلعني انا بزاف، ولكن في كل مره كنت كنعارضو وما كنبغيش نمشي ليه في الخط، كان كيحبسني وسط داك البيت. كنت كنشوف معظم الشياطين اللي كانوا تما حتى العليا منهم، صافي بقيت غادي ليه في هاد الهيد ديالو نهار على نهار، كل نهار كنتعلم الطلاسم وفي الليل كنحاول نسخر دوك الشياطين. صافي حتى تعودت على هاد الحياه هادي ووليت ساحر، وربما نقدر نقولوا بلي وليت الخليفه ديال الاب ديالي. بديت كنحاول نقلب على اقوى السحره كنتعلم منهم السحر، ولكن واحد اللي كنت كنرتاح معاه هو الساحر الجامعي. كان ساحر اللي كبير بزاف في اللاج، كان كيعيش هو والحفيده ديالو في واحد من احياء ديال فاس. الجامعي ما كانش غير ساحر، كان بمثابه المعلم ديالي، كان كيعلمني السحر وكيعلمني حتى دروس الحياه. هذاك الشيء علاش كان عزيز عليا نبقى معاه وندوز معاه بزاف د الوقت. كان هو نفس الساحر اللي مشى عنده انير كيترجاه باش يعتق، هو اللي رشدو كان يسير لشمهاروش، كان اتصل بيا قال لي باش نمشي معاه. كنت في البدايه متردد حيت ما كنتش عارف مدى الخطوره ديال هذه الرحله، ولكن الجامعي قال لي انت الوحيد اللي كنثيق به وانت الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه في هذه المهمه. هذاك الشيء علاش بغيتك تمشي معاه وتردوا ليا بخير. راني عرفت بلي راه فقد الاخت ديالو والاب ديالو هي مؤخرا، والسبب من طبيعه الحال كان هو هذا اللعنه. سكت واحد شويه وهو يقول لي انا غادي نتكلف باش نحضي ليه الدار ديالو، ربما الهدف ديالهم التالي غيكون هو الوالده ديالو، داكشي علاش غادي نتكلف انا بالحمايه ديالها. شفت فيه وانا نضحك ونقول ليه ربما حتى الساحر يقدر يكون بطل في بعض الاحيان. خرجت من تما وغادي كنقلب على انير بعد ما بدات المهمه ديالي. هكذا كيفاش تعرفت على انير وكيفاش توليت صاحبه ومرافقه في هذه الرحله كامله. اجي نرجعوا دابا للدار ديال داميان. منين شفت قنديشه خارجه من الدار كنت عارف بلي الملامح وجهها ما كتبشرش بالخير. شفت القرين ديالها كيهضر معاها قبل ما تخرج، ولكن ما قدرتش نتصنت عليهم ونعرف شنو كيقولوا، ولا قدرت نعرف من القرين ديالي ان القرين ديالها حس بشي حاجه اللي ماشي هي هذه. سولت القرين ديالي وانا نقول ليه واش هادشي دابا كيدل على ان كاين شي خطر برا. جاوبني هو يقول لي ايه هذا هو السبب باش خرجت. وقفت من بلاصتي وانا شد الانير في يدي قلت له نوض يلاه خصنا نتحركوا دابا النيت. ناض هز معاه واحد الطرف ديال الخبز في يديه وتيشوف فيه وتيقول لي فين غاديين في هاد نصاصات الليل، اجي بعدا نكملوا العشاء ديالنا. نقزات دامي وهي تسولني قالت لي واش انت بخير. جاوبتها وانا نقول لها انا بخير، غير خاصني نلقى قنديشه دابا النيت. قالت لي دابا انا غادي نمشي معاكم نقلبوا عليها. شفت فيها وانا نقول لها شكرا بزاف، ولكن كنظن بلي راه ماشي من المزيان انك تخرجي معنا في هذه الوقيته هذه بالضبط. من الاحسن تبقى هنايا حتى نرجعوا عندك وغادي نقول لك شنو طرا. حلينا الباب ديال الدار وحنا خارجين غادي كنجريو. شويه ويسولني انير قال لي مالك قنديشه راه يلاه خرجت عاد دابا من الدار. وقبل ما نجاوبو شديتو من يدي غادي كنجريو لواحد البلاصه كنحس بواحد الهاله قويه جايه من هذا الشيء، وكنظن ان قنديشه في خطر بسبب هذه الهاله. وقف انير ويسولني وقال لي واش ماشي انت هو اكثر شخص ما كيحملهاش وما كيثيقش فيها ودابا باغي تعاونها. وخصونا طالع لي الدم وانا نقول لها شري واش في خبارك بلي الا مات دابا راه ما غنقدروش نرجعوا لبلادنا، زائد انها هي كان بامكانها تقتلنا. داكشي علاش خاصنا حتى حنا دابا نعاونوها. زدت غادي نكمل في طريقي وهو يتبعني اني، وغير من الشكل ديالو كتبان فيه بلي راه مخلوق وخايف بزاف. شفت فيه وانا نقول ليه باش نكملوا انا عارفها بلي كتشكل خطر علينا، ولكن حنا دابا اللي محتاجين ليها اكثر ما هي محتاجه لينا. وبالاضافه لهذا الشيء القتل ديالها ما غادي يفيدنا في حتى شي حاجه. حنا غاديين وانا كنحس بواحد الطاقه اللي في شكل حتى بان لي واحد الراجل كبير في اللاج هز قنديشه ونقيدها بواحد الشيطان. ما حدي كنقرب ليه وانا كنقرا بعض الطلاسم باش نحاول انني نفكو اللي فايت لي استخدمتها مع شياطين علوميه. ما كنتش عارف مدى الفعاليه ديال هاد الطلاسم، ولكن الشيطان اللي كان شاد قنديشه اختفى وطاحت وهي فاقده الوعي. دار داك الراجل الكبير كيشوف فينا وانا نشوف واحد البريق قرمزي في عيني كان كيشبه داك التوهج اللي كنت شفت في العين ديال قنديشه اللي صغيره. قلت لي بالغوات وانا غادي كنستعد باش نهجم عليه بعد عليها، بس يديه لي مني ويقرا واحد الطوسم خرج واحد الطاقه اللي دفعتني بالجد تضحكت على راسي وانا كنحاول نقرب عند قنديشه باش نعتقها منه. قرا عاوتاني واحد الطلسم اخر اللي سخر بيه واحد الطاقه جات كتجري. سخرت واحد من الجن اللي تلقى الضربه بدلا مني حيت عارف الا جات فيا ديك الضربه ما غاديش نكون بخير. شويه بديت غادي كنجري جيت قنديشه حتى كنحس بالطاقه ديال داك الراجل الشارف قيدتني عاوتاني وهي تحبسني ما قدرتش نتحرك بحال ديك الطاقه كانت كتحاول تضغطني بالجهد. بديت كنغوت وكنهضر مع انير كنقول لي انير عتقنا سخر واحد من الشياطين ديالك راه هو كيتحكم بين شياطين العالم الرابع وانت راك اقوى منه. جاوبني انير وهو متوتر وتقول لي انا راني ما عارف حتى شي طلاسم. دار الراجل الشارف عند انير هو يشوف فيه بحال ما كانش كيشوف في الاول بحال كان مشغول بينا انا وقنديشه. شويه بديت كنشوف الرعب في العينين ديال داك الراجل الكبير. بديت يهضر مع انير وهو يقول ليه السيد مدغيس. شاف في انير وهو يقول لها شنو تتقول. حنا الراجل على ركابي وبديتي كلشي يهضر بالامازيغيه ما قدرت نفهم فيها والو. بديت كنغوت وكنحاول نتفك من ديك الطاقه وتنقول مع راسي شاد تخربيق
سابقه. فقط قنديشه ويجي عليا بشويه باش تفك القيود ديالي بواحد من الطلاسم ديالها. شويه بدات كتهضر هي بهدوء وهي تحن على ركابها وبدات كتقول يا روح المدغيس العظيم انا كنعطيك الولاء ديالي. تحررت من دوك القيود ونقول لها باستغراب شكون هو هذا المدغيس. جاوبتني قنديشه وهي تقول لي ما عرفتش انا غير ترجمت لك الكلام اللي قال الشيباني بالامازيغيه. شويه بدا كيهضر معنا انير بارتباك ويقول لنا مال هاد الشيباني محني على ركابي وكيشوف فيا مال هاد الشيباني علاش كيخربق. قربت حدا قنديشه وهي تقول لي باستهزاء على الاغلب انك شفتي الجيش القوي ديالو. قربت قنديشه عند انير وهي تقول لي غالبا شاف الجيش القوي ديالك اللي ما قادرش تحكم فيه. هز الراجل الكبير راسو يلا بغى يبدا يهضر معانا ونقرب عنده قلت له وياك تقرب ليها. بدا الراجل كينقر حوايجو من الغبره ويقول لنا علاش غادي نادي واحد من اسياد العالم السابع. قلت لي باستغراب شكون هو هذا. بدا كيشير لانير ويقول لنا ها هو قدامك. جاوبو انير ويقول لي تقدر تعيط ليا غير انير هاد الافعال هادي ديالك غير كتزيدني في الذنوب. قطعته قنديشه وبدات كتهضر مع داك الراجل الكبير. قلت لي حنا راه صحاب السيد ديالك وبغيتي تقتلنا. جاوبها بواحد النبره ديال الانكسار قال لي راه ما كنتش عارف. ودار عند انير ويقول لي اسمح لي يا سيدي راه ما كنتش عارفهم بلي هما من الاتباع ديالك كان كيحسب ليا غير سرقه القرين ديال القديم. داكشي علاش بغيت نسترجع داكشي اللي تسرق من المملكه. قلت لي اولا حنا ماشي الاتباع ديالو ثانيا اش من المملكه هذه علاش كتهضر واش من سرقه علاش كتهضر وشكون هو هذا مدغيس اصلا. جاوبنا هو يقول لنا مدغيس غير لقب كيتطلق على اي واحد سخر عشائر العالم السابع وانقذ حتى هو كان عنده هذا اللقب. وبالنسبه لموضوع السرقه هاد حولت العيني سرقه القرين ديال القديم والمحاوله ديالي باش نقتلها غير باش نسترجعوا ونردوا المملكه نويديا حيت راه اخر وحده كانت حامله القرين القديم وماتت عزبه اصلا. غوتات قنديشه طالع عليها الدم تقول لي انا ماشي حوليه هاد الشيباني القصير وانا ما سرقت القرين ديال حتى شي واحد ولكن انت كتخص تتصلي فراه انا هي الحفيده ديالها وهي ما ماتتش عزبه راه كان عندها ولاد. شنو بديت كنهضر معاها انا وتنقول لها بشويه شنو هو المشكل انها ماتت بلا زواج ولا كانت مزوجه. المهم هو انها ماتت في النهايه. دار عندي داك الراجل الكبير بحال كيحاول يفسر لي انا شنو طاري. قال لي قرين القديم كان كيعيش هنا في المملكه النوميديه منذ الاف السنين ولكن هذه 21 عام اختفى بدون اي اثر ما بقيناش عارفين حتى فين زاد. ومنين جيتو نتوما القرين ديالي قال لي بلي لعنه اديمون كاينه هنايا وهذاك يعني انها رجع. قطعته قنديشه وهي تقول لي هو اختفى من هذه المملكه من بعد ما تزاديت انا مباشره وانا ما سرقتوش يعني هو اللي اختار باش يكون القرين ديالي. كنت كتحاول تبرر لي بلي راه هي بريئه. الامر اللي كنت كنشوف في القرين ديالها وكل ما قالت شي حاجه كان كيهز راسو كيوافق على كاع الهضره اللي دارت. نقزن ولا نقول لها علاش ما تخليش القرين ديالك هو يهضر ويدافع على راسو. قنديشه طلع ليها الدم بدات كتشوف فيا بواحد النظره ديال الغضب. قلت له واش عارف راسك اش كتقول ولا دابا راك انت كتهين القرين ديالي. شاف داك الراجل الكبير في القرين ديالها ويقول لي تكلم نومي. غوتات قنديشه على داك الشيباني وتقول لي وياك تعاود تهضر معاه وتعيط لي بهذا الاسم. كان تردد كيبان بزاف على القرين ديالها رغم انني ما كنتش قادر نتواصل معاه مباشره الا انني كنت كنسخر للقرين ديالي وطلبت منه باش انه يحاول يتواصل معاه. قلت لي راني عارفه بلي قوي عليك ولكن هي يحاول يتواصل معاه. بصعوبه القرين ديالي جاب لي شويه المعلومات وانا نهز راسي ونقول لهم قرين تاسيلي ما اختفاش هو كان في مهمه باش يحمي الهاله القمريه واللي كلفوا بهذه المهمه كانت هي تاسيلي بنفسها. قنديشه تصدمات وتقول لي كيفاش قدرتي تتواصل معاه. هضرت معاه انا بواحد النبره ديال التفاخر ونقول لها ما تستخفيش بيا نقدر نكون انا هو السبب في انك تفقدي البصر ديالك. من بعد شويه ديال السكات هضر انير مع داك الراجل ويقول ليه انا عارفك عندك معلومات على هذه اللعنه وداكشي علاش بغيتك تعاوني باش ننقلها لواحد اخر. الراجل تصدم ومن هو الصدمه سولو قال لي علاش يا سيدي هذه راه قوه عظمى وانت باغي تفرط فيها انت دابا راك كتعتبر الخليفه ديال امقاس. قال لي انير بهدوء انا ما بغيت لا قوه لا والو انا بغيت نرجع لحياتي طبيعيه نعيش بهدوء مع الوالده ديالي. سولو داك الراجل ويقول له اختاريتي بعدا شي واحد اللي يكون جدير بهذه القوه. قال لي انير هي الصديقه ديالي قنديشه. داك الراجل الكبير تصدم ودار ويقول لي واش كتقصد هذه الحوله. جاوبته قنديشه باستهزاء وهي تقول ليه ومال هاد قنديشه ما عجباتكش. حيت غادي تولي عنده قوه التحكم في باقي العوالم وهذه بالضبط ما كنظنش انها مصدر الثقه كيف ما كتعرف راه هي صاحبه هاله قمريه. جاوبو انير ويقول لي بكل هدوء وكتشوفني انا جدير بهذه الثقه هذه انا اللي ما كنت عارف حتى حاجه على هذا العالم وبسبب شويه د الفضول ديالي تسببت في بزاف د المشاكل والمتاعب لراسي وللناس اللي عزاز عليا. ما كيهمنيش واش انت تايق فيها ولا لا المهم هو انني عارفه بلي محتاجه لهذه القوه باش تحمي راسها من الخطر اللي كيدور بها. حتى كنهضر انا مع داك الراجل الكبير ونقول ليه كنتي عارف السر باش ننقلوا هذه القوه من انير للقنديشه. يقولوا لينا حيت راه بغيت نرجع في حالي راه توحشت بيتي وتوحشت فراشي. قال لنا سميتي ايثري والسر باش ننقلوا هذه القوه من شخص لشخص اخر هو سر التدفن مع امقاز. بما انني كنت اعتبر عالم كل حاجه كتعلق بالسيد امقاز فراه قدرت نوصل لهذا السر. ما حسيت براسي حتى نقصت فرحان وكنقول يلاه قول لنا كيفاش شنو هو هذا السر. هضر داك الراجل مع امير ويقول لي سيدي واش قادر تسخرهم حيت لاحظت بلي ما استعملتيهمش في المعركه. جاوبته انا بدلا من امير ونقول له هو ما عرفش طريقه التسخير ديالو. قال لنا ايثري هذه راه مشكله واحده اخرى ما يمكنش للمسخر ينقل القوه ديالو لشخص واحد اخر حتى يكمل التسخير ديال الجيش كامل والا غادي تسبب في النهايه ديالو هو والشخص اللي تنقلها فيه. قال لي امير وشنو المعمول دابا. قال لي ايثري خاصك تتعلم بعد التسخير ديال الجيش ديالك كامل من بعد غادي نقول لك كيفاش تنقل ليها القوه. قلت لي قنديشه شحال غادي تستغرق هذا التدريب. تيهضر مع ايثري بواحد النبره اللي هادئه ويقول لها سنوات
وربما حتى 10 سنين. ملي جا هنا طلع لي الدم وصبرها تقاطع. قلت له واش بغيتيني نبقى هنا حياتي كامله ولا بعيد على والديا وعلى بلادي؟ انا كنهضر معاه بواحد النبره اللي كلها حزن ونقول له توحش غير فراش. قال لي اني راه كله امل، ما تخافش اكرم، انا غادي نتعلم في فتره قصيره. جاوبو الراجل الكبير ويقول لي نتمناو داك الشيء. حيت السيد انقذ الفتره اللي استغرق باش يتعلم كانت تقريبا هي 20 عام.